السر الحقيقي اللي الناس كتير ما تعرفوش مش الخضار بس. السر هو حاجة اسمها البريبيوتيك والبروبيوتيك. ايه الكلام الكبير ده؟ السلام عليكم. موضوع النهاردة جامد جدا. هتكتشف ان النباتي مش مجرد سلطة وخضار. هتعرف الفرق بينهم وليه بيكون وزنهم وصحتهم افضل. كمل الفيديو عشان تستفيد، ولو عجبك المحتوى لايك وشير واشترك في القناة. يلا بينا. انت فاكر ان كل النباتيين بياكلوا نفس الاكل، او ان اي حد نباتي وخلاص؟ لا، الموضوع اكبر من كده بكتير، وصدقني اغلب الناس ما تعرفش الفرق بينهم. تعال اقول لك. النظام النباتي الفيجيتيريان دايت فكرته الاساسيه انه بيعتمد اكتر على الخضروات والفواكه والحبوب والبقول، وبيقلل او يستبعد الاكل اللي اصله حيواني. لكن السؤال المهم، هل كل الناس النباتيين بيمنعوا نفس الحاجات؟ لا طبعا. يعني مثلا اول نوع عندنا اسمه لاكتو فيجيتيريان، وده من اسمه كده، لاكتو يعني لاكتوز او منتجات الالبان. يعني الشخص ده ممكن يشرب لبن، ياكل زبادي، لكن ما ياكلش لحوم واسماك. فهو معتمد بشكل اساسي على الخضروات والفواكه والبقول، ومعاهم منتجات الالبان. النوع اللي بعده لاكتو اوفو فيجيتيريان، وده شبه الاول بس بيضيف البيض كمان. يعني الشخص ده بياكل خضار، فاكهة، بقول، وبيض ومنتجات الألبان، لكن برضه بدون لحوم وأسماك. طب تعالى بقى للنوع اللي أكيد سمعت قبل كده عنه، الفيجن. وده يعتبر أكثر نظام حازم شوية. يعني الشخص الفيجن ما بياكلش أي حاجة أصلها حيواني نهائي، لا لحوم، لا أسماك، لا بيض، ولا لبن أو زبادي. كل أكله بيكون معتمد على الخضروات والفواكه والبقول والحبوب فقط. طب هل في ناس بتخفف بس من اللحوم من غير ما تمنعها؟ اه طبعا. وده النوع اللي اسمه سيمي فيجيتيريان، وده ممكن ياكل لحم عادي، لكن على فترات بعيدة جدا وبكميات قليلة جدا. يعني اغلب اكله نباتي، لكن مش مانع المنتجات الحيوانية 100%. يعني مثلا ممكن ياكل قطعة لحمة قد علبة الكبريت كل اسبوعين، او ياكل بيضة واحدة كل اسبوع، او يشرب لبن بس برضه على مدة طويلة وبكميات قليلة. في نوع خامس ناس كتير بتحبه بصراحة، اسمه البيسكوتيريان، وده بيستبعد اللحوم، لكن بياكل سمك وكمان بياكل بيض ويشرب لبن عادي، ومعتمد برضه على الخضروات والفواكه بشكل أساسي. وده منتشر جدا لأن السمك مصدر ممتاز للبروتين والأوميجا 3. طب تيجي بقى للسؤال المهم، ليه غالبا الناس النباتيين صحتهم كويسة؟ بص، لأن النظام الغذائي بتاعهم بيكون غالبا مليان ألياف وفيتامينات ومعادن، وفي نفس الوقت الدهون الضارة فيه أقل بكتير أو مش موجودة أصلا. فده يساعد إن الوزن يكون متزن أكتر، والإحساس بالشبع يكون أعلى، وضغط الدم يكون أفضل، وحتى صحة القلب بتكون أفضل وأحسن. وكمان لأن أغلب أكلهم طبيعي ومش معتمد على الأكل المصنع. بس السر الحقيقي اللي الناس كتير ما تعرفوش مش الخضار بس. السر هو حاجة اسمها البريبيوتيك والبروبيوتيك. ايه الكلام الكبير ده؟ بص يا سيدي، البريبيوتيك دي عبارة عن ألياف الجسم ما بيهضمهاش بشكل كامل. طب بتروح فين؟ البكتيريا النافعة الموجودة جوه المعدة بتتغذى عليها. يعني الألياف دي بتعتبر أكل للبكتيريا النافعة. ولما البكتيريا دي تاكل الألياف بينتج عنها مواد مفيدة جدا لصحة الجهاز الهضمي والمناعة. وعشان كده الناس اللي بتاكل خضروات وفواكه وبقول بشكل كبير غالبا الهضم عندهم بيكون أفضل. طب الألياف دي موجودة فين؟ في البقول، في الشوفان، في الردة، في الخضروات، الصويا، حاجات كتير جدا من الأكل النباتي. طب والبروبيوتيك دي بقى البكتيريا النافعة نفسها، والبكتيريا دي موجودة في الزبادي والألبان المتخمرة. تمام. طيب عشان كده بعض الأنظمة النباتية اللي فيها لبن وزبادي بتكون مفيدة جدا للهضم وصحة المعدة، ودي بتساعد على تحسين الهضم وتقوية المناعة وتوازن زيادة البكتيريا النافعة داخل المعدة. وفي حاجة كمان اسمها السيمبيوتيك، وده مكمل غذائي بيجمع بين البريبيوتيك والبروبيوتيك مع بعض. يعني بيجمع بين البكتيريا النافعة والأكل اللي البكتيريا بتحبه. وفي النهاية كده بقى النظام النباتي مش مجرد ترند منتشر على السوشيال ميديا، هو أسلوب غذائي كامل، وممكن يكون مفيد جدا
لو معمول بشكل متوازن وصحيح. لكن أهم حاجة تفتكرها، أي نظام غذائي سواء نباتي أو غير نباتي لازم يكون متوازن عشان جسمك ياخد كل احتياجاته. واكتب لي بقى في الكومنت، انت ممكن تستغنى عن اللحمة ولا دي بالنسبة لك خط أحمر؟ ومتنساش اشترك في القناة وفعل الجرس. صحتك في لقمتك.